إقليم العربي على حافة الطريق، ودي أخطر أيام، وكلنا عارفين إن النتن واقع ما بين إنه يوافق على الاتفاقية ويوقف العرك ويرجع المحتجزين، ولكن في كمبيالات مكتوبة عليه من غفير وشلة المتطرفين. وبالفعل النتن طلع خواجة، فعلا رفض الاتفاقية وأثبت للعالم كله إن المتطرفين عليه مسيطرين. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، يطلع على طول ويهدد إنه لازم يخش بريا في الجنوب، أصله بروح مامته خلص على كل رجالتنا اللي في الشمال، باقيله 4 تجمعات بس في الجنوب. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، إخواتنا الرجالة تملى كل شوارع الشمال، وكأنهم بيقول لهم اديكوا شايفين النتن وشلته ازاي كدابين، والنتن خلاص بيقفل بيبان التاريخ عليه ويقولك خلال اسبوعين انا هبدأ في الجنوب اللي فيه مين 1,300,000 روح، واللي بيهدد بيه ده لو حصل هتبقى كارثة تاريخية، لأن ببساطة إخواتنا ما هماش سحاب هيتبخروا عشان يفضلوا السحاب. تفتكر هيروحوا فين بتفكير المتطرفين؟ طبعا افتحوا الحدود عند المصريين ويحققوا بقى مخطط التهجير، وشهرين كمان توسعهم هيزيد ويستوطنوا من الفرات للنيل. طب معلش، من كل اللي بيحصل ده العرب فين؟ في رجالة فايقة زي اخواتنا اللي في القطاع، واخواتنا الرجالة اللي في اليمن والمقاومة في لبنان وسوريا والعراق، وفي مننا للأسف اللي لسه نايم، وفي اللي بيسايسوا وبيساعدوا بس من غير ما يبقوا في الصورة ظاهرين. بس ليه؟ ده عدونا بيهدد أمننا بشكل واضح وصريح، ومصر تطلع بيان تكشر عن أنيابها تقول يا حبيبي انسى خالص حلمك في مخطط التهجير، مع أول تلويش منك للاتفاقية القديمة هنكون مقطعين. انت خايف على مكانتك لو وقفت العركة عشان خلاص هتبقى لوزر خسران؟ لو كملت ودخلت مش هيكون ليك أثر خالص في المنطقة، وارجع لتشتتك في البلاد زي زمان. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، مصر تبعت وفد استخباراتي فين؟ للمقاومة اللي في لبنان، ودي دراع مين؟ أحد أذرع إيران. ومصر بقى ما عندهاش مانع تحط إيديها في إيديهم كمان، والسعودية تطلع تصريح إحنا يمان مع مصر كمان. حرفيا إحنا داخلين على عركة كبيرة، وكل اللي كان بيهاجم اليمن ومصر وكل البلاد اللي زيهم ازاي عمالين تسلحوا نفسكم وسايبين شعبكم جعان؟ وانا شخصيا كنت منهم، بس فهمت يعني ايه كرامة وعزة نفس، فهمت يعني ايه اعيش جعان ولا اني اموت جبان. ادعوا من قلوبكم اللهم انصر العرب الأحرار في كل مكان وزمان.